اول ما شاف الدم بدأ يهدى وخلاص، وفضل يبص للدم واعصابه هديت وريح في المكان اللي هو كان واقف فيه. الشابو. الحلقة دي والفيديو ده مخصوص عن الشابو. في البداية أنا بعتذر إن أنا الفترة اللي فاتت ما كنتش بعمل فيديوهات، وده بسبب ضغط الشغل، لكن الموضوع ده زاد عن حده، والمعلومات اللي عرفتها كان لازم أعمل الفيديو ده وأعرف الناس. وعلشان كده استأذنكم اعملوا شير، اعملوا مشاركة للفيديو عشان خاطر الناس كلها تعرف البلوى والمصيبة اللي حلت علينا بسبب الشابو أو الكريستال. بيسموه مخدر الشابو، بس أنا بختلف معاهم في الاسم ده، لأن المخدرات عموما دايما معروف عنها إن هي بتخليك في حالة استرخاء وفي حالة هدوء. أنا ما جربتش الحاجات دي الحمد لله، ربنا يحفظنا جميعا يا رب، لكن ده المعروف إن المخدر بيخليك في حالة هدوء وحالة غياب للعقل وحالة همود جسمانيا وعقليا، بيخليك مش مستيقظ مش منتبه. ده على عكس الشابو زي ما هنعرف التفاصيل اللي جاية هو بيسبب ايه وبيخليك في حالة قوة جسمانية عاملة ازاي لدرجة انها بتوصلك لايه. عشان كده انا مش بسميه مخدر، انا بسمي مرض الشابو بسميه مرض الموت او السم القاتل او تعاطي الموت، لان اللي بيتعاطى الشابو يا بيموت نفسه يا بيموت غيره، وفي الغالب بيموت غيره وبيرجع يموت نفسه او بياخد حكم الاعدام ويموت. طيب الشابو ده اصلا بدايته كان امتى؟ الشابو ده كان في القرن التاسع عشر، ولما تم اختراعه كان من الالمان، واخترعوه في الحرب العالمية الثانية عشان خاطر يدوه للجنود، لأن الشابو ساعتها كان بيعمل على استيقاظ البدن واستيقاظ العقل، وبيخليك في قوة جسمانية قوية جدا إن أنت تقدر تقاتل 1000 عدو لوحدك. اللي حصل بعدين إن إحنا حاليا الشابو ده بيصنع في الصين وفي البلاد الأوروبية وبيدخل لمصر عن طريق التهريب، لكن المصيبة حاليا إضافة على إن هو أصلا يعني مرض قاتل، لأن تعاطي أكثر من جرعة بيخليك تموت. لا ده حاليا بدأوا يلعبوا في المادة الفعالة بتاعته وتصنيع محلي. التصنيع المحلي ده أخطر 250 مرة من الشابو اللي كان مصنع في ألمانيا في القرن التاسع عشر، واللي بيجي لنا حاليا من الصين ومن الدول اللي بتصنعه. لا التصنيع المحلي خطورته 250 مرة أضعاف الضرر الطبيعي للشابو بالطريقة اللي بيتصنع بها الطبيعية. طيب الشابو ده بيعمل ايه؟ الشابو ده طبعا بيتشرب معرفش بطريقة معينة، يعني مش بيتلف في سجارة، الناس اللي هي بتشرب الحاجات دي عارفة هو بيتشرب ازاي، لكن ده مش موضوعنا. بمجرد تعاطي ربع جرام او نص او 2 جرام، ده يعني جرام منه تقريبا ب1000 جنيه او يتعدى 1000 جنيه، سعره غالي جدا، والجرام منه يكفي ان ممكن 10 او 5 تنفار يشربوا فيه. يعني الموضوع فعلا ده سم قاتل، الجرعة منه بسيطة جدا بتأثر ولها تأثير قوي جدا. طب تأثيرها هي بتعمل ايه؟ بتخلي الجسم في حالة استيقاظ وقوة بدنية غريبة جدا، لدرجة ان اللي بيشرب الشابو، انا هحكي لكم عن نموذج شرب الشابو زي ما بيقول لك اسأل مجرب الاتصال طبيب. في نموذج اعرفه شخصيا شرب الشابو وحكى لي ايه اللي حصل معاه، هحكي لكم عنه. بس خلينا نتكلم عن اللي بيعملوا الشابو بشكل عام بالشكل المطلق. بيخلي الجسم في حالة قوية جدا، قوة بدنية، لدرجة ان الجسم مش بيركب مع العقل مش بيستوعب القوة الجسمانية اللي موجودة حاليا والطاقة والباور اللي في الجسم، العقل مش بيستوعبه، فبيدخل العقل في حالة هلوسة وتوهان وتخبط، فبتتصرف لا إرادي. مش بس كده، لا ده انت بيكون التصرف بتاعك ان انت عايز تطلع الطاقة دي في اي حد، مع تخبط العقل انت بتتجه للانتقام، لدرجة ان زي ما هقولها لك كده بالبلدي ان اللي بيتعاطى الشابو مش بيهدى الا لما يشوف دم. هي كده، اللي بيتعاطى الشابو مجرد يشرب جرعة من الشابو بيكون في حالة هلوسة وتوهان، بيكون عايز يقتل، لو شاف دم هيرتاح. وده اللي حصل مع النموذج اللي انا هحكي لكم عنه.
واحد اعرفه معرفة شخصية يقول لي ان انا لما سمعت عن الشابو ده، هو ايه الشابو وبيعمل ايه، ومش للدرجة اللي الناس بتحكي عنه، وان هم مكبرين الموضوع، وان المخدرات عموما كلام فاضي ووهم. فالفضول خده ان هو يجرب. وفعلا الشابو كان مع واحد جنبه، فقال له هات ان انا اجرب الشابو ده، شوف كده. لفه له في سجاره وقال له هات نفسين اشوف الدنيا فيها ايه. وخد نفسين وهو ما بيشربش اي حاجه خالص غير السيجاره الفاضيه، ما بيشربش اي حاجه تاني. بيقول لي بمجرد ان انا شربت النفسين والدنيا بدات تتوه، مش حاسس، مش عارف انا في ايه ولا هعمل ايه ولا ايه اللي حاصل، بس ان انا بتحرك كده بطريقة غريبة وعجيبة، لدرجة إن هو اتحرك على مجموعة ناس موجودين في الزرع والأرض بتاعتهم، ناس ما يعرفهمش، فعدى عليهم ورايح يعمل معاهم مشكلة، وهو مش عارف بيعمل مشكلة ليه. أغلب التفاصيل حكوها له بعد ما صحي من اللي هو فيه بعد 3 أيام. يعني هو بيعمل ده ومش واخد باله، مش عارف بيعمل إيه. أول حاجة كان هيعمل معاهم مشكلة، ولدرجة إن هو بيشتم في الناس وطلع ألفاظ ما بتطلعش منه أصلا، وعايز يمسك في اي حد وعايز يضرب اي حد وهو مش عارف بيعمل ايه. لدرجة ان اللي كان معاه مشي عليهم وفهمهم الوضع، يا جماعة ده الامر 1 2 3، هو اول مرة يشرب الحاجة دي وما يعرفش هو بيعمل ايه، فمعلش وادونا بس فترة لحد ما يصحى، وساعتها هتعرفوا ان هو لا، ان الموضوع مفيش اي مشكلة معاكم والكلام ده. طيب تمام، يهدى ازاي؟ هو مش عارف يهدى ازاي ولا هم عارفين يهدوه. طب تعالى انت عايز ايه؟ مش عايز ايه؟ انا عايز شاي. جابوا له شاي. الشاي بيزود مفعول الشابو، بيولع الدنيا اكتر ما هي مولعه. وعلى فكره كل ما بتبدا تهدى، يعني هو ذكر لي كل ما كنت احس ان انا اعصابي هتهدى شويه، عايز اشرب شاي، اشرب شاي، لان الدنيا بتشتغل من جديد، وفي تخبط وحركه غريبه ومفيش نوم، تنام على السرير مفيش نوم، استيقاظ غريب، وفي حالة غريبة. على فكرة الشخص ده مهديش في الموقف اللي هو كان هيضرب فيه الناس إلا لما عملوا حاجة. الكلام ده حقيقة والله، أنا مش بدعي ولا بألف كلام من عندي، لا ده حقيقة. الراجل ده جابوله خروف، جابوله سكينة، من كتر ما الناس يعني بتحوش فيه إن هو بيمنعوه إن هو يضرب الناس وإن هو يعمل مشكلة، وكذا راجل ماسكين فيه. خلاص هم عرفوا إن ده في حالة مش هيرجع منها، هو حاليا لازم يطلع الباور اللي عنده، يا إما نعمل أي حل تاني نفصله عن العالم. بالفعل جابوا له خروف وحطوا سكينة وبعدوا عنه. جاب الخروف والسكينة وذبح الخروف. أول ما شاف الدم بدأ يهدى وخلاص، وفضل يبص للدم وأعصابه هديت وريح في المكان اللي هو كان واقف فيه. الناس ساعتها خدوه بالراحة، وتعالى واقعد واستريح مش عارف ايه، على السرير مفيش نوم، عايز يمارس حياة طبيعية، هو مش عارف ايه. بعد 3 أيام دخل في نوم عميق. بعد 3 أيام هستيريا وتخبط، والناس مراعياله ومخلين بالهم منه، انه هو كان اصلا يعني في بلد غير بلده مع مجموعة معاه في الشغل، فعرفوا اللي فيها وفضلوا متابعينه، اللي هو مسيطرين عليه. وبعد ما شاف موضوع الدم ده هدي شوية والدنيا ارتاحت، بدأوا ايه ان هم يتعاملوا معاه ويبعدوا عنه الشاي ويبعدوا عنه المنبهات على قد ما يقدروا، لحد ما يوم والتاني التالت الدنيا بدأت تريح، وبدأ ينام. نام يوم كامل، نام يوم كامل. بعد ما صحي هو مش عارف ايه اللي كان حاصل معه. بعد ما صحي من النوم ومش عارف ايه اللي كان حاصل، وبدأوا يحكوا له انت عملت وعملت وعملت. فده مثال نموذج انا عارفه معرفة شخصية. طيب بعيدا عن النموذج اللي انا اعرفه، واللي انا اعرف كذا نموذج بالطريقة دي، وان هم بياخدوا 3 ايام ما بيناموش، وان هم بيكونوا في حالة تخبط وحالة ان هو عايز ينتقم من اي حد، يطلع الطاقة وبعدها هيهدى وما بيكونش بوعيه. اما بالنسبة للنماذج اللي انا مش عارفها معرفة شخصية ولكن انتشرت في الفترة الاخيرة، الجرائم اللي بتحصل. واحد قتل اخته بسبب تأثير الشاب. الكلام ده حصل، وكلام برضو اعرفهم، والقضية دي انتشرت عندنا في أسوان، معروفة جدا، يعني إن هو دي كانت أخته اللي مربياها، يعني هي بدور الأم. قتلها تحت تأثير الشابو من غير ما يعرف هو بيعمل إيه، لدرجة إن كل الناس قالت لك إن هو بمجرد ما هيصحى وهينتبه من اللي هو فيه هيموت نفسه، هيموت نفسه عشان خاطر هو مش هيستوعب هو إزاي عمل كده. طيب وقتلها إزاي؟ اتصل عليها تعالي في المكان الفلاني، وجات. أول ما وصلت ضربها بالسكينة ضربة، والتانية والتالتة، مهديش إلا لما وقعت على الأرض
واصبحت ان هي كلها دم وعن الارض ومش عارف ايه. في اللحظة دي هو بدأ يهدى واعصابه تهدى ويحس ان هو انتقم، وهو مش في وعيه ولا عارف بيعمل ايه. الشابو مش مخدر، الشابو مش فعلا مش لاقي له وصف. الشابو يا جماعة والاستروكس والشابو تحديدا موضوع لا يوصف، مش مخدر اصلا. يعني قمة الغباء ان احنا نجرب حاجة زي دي. يعني اي مخدر بيبنجك وبيخليك في حالة بيخفف الاسترس، انما الشابو ده بيزود الاسترس، ده بيخليك في حالة قوة وعايز تنتقم. يعني ده مش مخدر، مش حاجة نجربها، مش دخان، مش اي حاجة تخليك تعملها. ده سم، مرض، ده موت. بعيدا عن كده، انت لو خدت اكتر من جرعة، يعني انت خلاص فلنفترض ان انت اتمديت في الشابو جرعة والتانية والتالتة، ملوش علاج، على اعتبار ان انت ما عملتش مصيبة وما عملتش جريمة. هو ولا ملوش علاج، يعني انت لو دخلت في الطريق ده خلاص عليه العوض فيك، انت هتكمل. مع 6 مرات شرب للشابو انت بنسبة 95% هتموت، بسبب ارتفاع ضغط الدم وتأثيره المباشر على الجهاز العصبي، الجهاز التنفسي. انت مش هتكون بس في تخبط، انت هتموت بالمعنى الحرفي للكلمة، انت هتموت. فالشابو ده يعني معرفش اي انسان عاقل بعد المعلومات اللي انت عرفتها إيه اللي يخليك ممكن تروح. مفيش سبب. يعني الحشيش وباقي المخدرات مش هقول لك ان عادي روح يلا جرب، لا مش هقول لك كده. بس ان حصل وشربت، فهو ان انت مثلا حاجه انت شايف الناس بتعملها وبتشربها وبتجرب وبتعلي الدماغ والكلام اللهبل اللي احنا بنسمعه، وبيموتك على المعدل البطيء، بالمعدل البطيء. وعشان كده انت مش شايف ان هو مصيبه لو شربته. فممكن بتجرب، بتدوس، بتشوف ده وضعه ايه، بتشوف الحاجه ديت نظامها ايه. انما الشابو ده موضوع لوحده، الشابو ده يتبروز كده موضوع لوحده. ولذلك الحكومة بتقاوم الشابو على قد ما بتقدر. يا جماعة الموضوع خطير، الشابو ده خطير جدا 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 جدا. ده انت لو عرفت حد بيشرب شابو او معاه شابو او هيبيع شابو او بيبيع شابو، اي معلومة زي كده بلغ عليه، لان ده مش لاقي له وصف، مش لاقي له وصف. اتمنى اكون عرفت اوصل المعلومة كاملة واوضح كمية التحذير وخطورة الموضوع ده. اتمنى ان الناس تشارك الفيديو. الشابو خط احمر، الشابو الموت، الشابو سم قاتل، الشابو اساس الجرائم. ما تنسوش تحطوا اعجاب للفيديو واستنوني فيديو جديد. كان معكم المهندس محمود جمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.